في قصة وصلتني قبل فترة من أخ سوري كان يعيش في لبنان بعد نشوب الحرب في سوريا. يقول أخونا خالد: طلعت أنا وزوجتي وأولادي من سوريا بسبب الحرب ورحت للبنان، وتعرف حنا كلاجئين غرباء وحالتنا المادية ضعيفة جدا. سكنت في مكان نائي، في مكان بسيط، في تقريبا خرابة، يعني غرفة أشبه بالخرابة. في يوم من الأيام وإحنا على حالتنا هذه من الضعف والمسكنة ننتظر المساعدات اللي تجينا من هنا ومن هنا، من الجمعيات ومن هيئات الإغاثة. في يوم من الأيام يقول أنا واقف عند الباب في فترة شتاء وأمطار، وإذا بامرأة عجوز تمر من عندي، سلمت علي وقالت: يا ولدي عطني من مال الله اللي عندك، يا ولدي ساعدني، أنا حالي ضعيفة، أنا حالي معترة، أنا بالله سبحانه وتعالى ثم بك يا ولدي. يقول الأخ خالد: والله العظيم ما عندي إلا 5000 ليرة لبنانية، قطعة واحدة تجي، قيمتها الحقيقية $3 تقريبا. يقول في جيبي، يقول المشكلة إني أنا ما عندي شيء، ما عندي إلا 5000 ليرة اللي تعادل $3 أمريكي. يقول قلت: ابشري يا خالة ابشري. ودخلت لزوجتي: السلام عليكم يا فلانة، عندك سفراطة؟ يعني عندك فكة؟ قالت: من وين؟ ما عندي شيء، انت عارف وضعنا، ما فيه إلا 5000 ليرة اللي معك. قال: طيب جيبيها. قالت: أجيبها ليش؟ قال: أعطيها المرأة هذه العجوز. قالت: يا خالد وش نعطيها وإحنا ما عندنا شيء؟ قال: اسمعي، حنا قبل ما نعطيها فقراء وبعد ما نعطيها فقراء، $3 هذه ايش تعدل؟ ايش بتسوي فينا يعني؟ فحنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، جيبيها، ما عند الله خير وأبقى، جيبيها، والله يا وجهها وحالتها ضيقت صدري. قالت: أبشر. أعطته 5000 ليرة اللي هي ورقة واحدة، عبارة عن ورقة واحدة. تعرفون الاقتصاد اللبناني يعني يكاد يكون تعبان. يقول: أخذت الفلوس وطلعت للمرأة العجوز. يقول: قلت: يا خالة هذا اللي عندي. قالت: روح الله يفتحها بوجهك يا ولدي. ثم استنار وجهها بهالمبلغ البسيط لكنها محتاجة، ثم راحت. يقول: ومشت. الكلام هذا قبل صلاة الظهر. يقول: أذن لصلاة الظهر وصليت. يقول: ثم جاء العصر. يقول: العصر جاني اتصال، مع تلفون صغير كذا مسيكين. يقول: جاني اتصال: السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ خالد. يقول: قلت: نعم حياك الله. قال: عرفتني؟ يقول: قلت: لا ما عرفتك والله. قال: أنا فلان الفلاني، سبق أخذت رقمك قبل حوالي سنة من هيئة الإغاثة. قال لي: ذكرتك الله يحييك يا أخي. قال لي: يا أخي أنت لازلت في بيتك، في المكان اللي أنت ساكن فيه، في الخرابة اللي أنت ساكن فيها؟ قال لي: والله لازلت. قال: طيب يا حبيبي، أنا سيارتي صغيرة ولا أقدر أدخل للأماكن اللي أنتم فيها لأنها كلها عبارة عن وحل وطين، فأنا موقف في المكان الفلاني، تعال لي أنت. قال له: أبشر. يقول خالد: قلت له: أبشر. يقول: جيته، السلام عليكم، الله يحييك. قال: أنا في متبرع معطيني مواد غذائية، يقول وزعها بمعرفتك وحبيت أعطيك منها. يقول: قلت: الله يجزاك خير. يقول: ينزل لي عدس وزيت زيتون وزيت عادي ومربى ومكدوس ومن كل خير. يقول: أنا مندهش. يقول: حطه لي. قلت: الله يجزاك خير يا أخي، ويجزى من تبرع خير. يقول: لما بغيت أشيل، يقول لأكياس ثقيلة أغراض كثيرة، يقول لما جيت أشيلها بمشي. قال: وين بتروح؟ أصبر. قلت: ليه؟ قال: لحظة في متبرع ثاني معطيني فلوس، يقول لي: طلع لي $100.
ورقة واحدة ويعطيني إياها، يقول أنا وهو يعطيني $100 أتذكر الظهر ونعطي العجوز $3. أنا يعني بهذه السرعة رب العالمين يفرج لي، بهذه السرعة رب العالمين ينظر إلى حالي ثم يسخر لي كل هذولا. يا أخي إنه الكريم. يا جماعة الخير، هذا الأخ خالد ما أعطى فلوس وهو غني فتقول عطى فضل ماله، لا، عطى كل اللي عنده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا جماعة الخير، فيه ناس عندها أموال طائلة لا تخرج زكاة ولا تخرج صدقة. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، طهروا أموالكم، الفقراء ينتظرونكم. ابشروا بالخلف، ابشروا بالعوض، ابشروا بخيري الدنيا والآخرة. يا أخي كل يوم ينزل ملكين، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعط ممسكا تلفا. الله يجعلنا وإياكم ممن يعطي فيخلف الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا العطر اللي عندي اليوم، واللي تستاهلونه وتستاهلون أكثر منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.